هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في ساعة منتدى السبت لهذا المساء، السبت 9 من يناير من عام 2016، وبرفقة الزميل جمال عثمان همد وزميل صلاح الزين في المونتاج. أهلا وسهلا بك يا جمال. مرحبا بك أمال، ومرحبا بالمستمع الكريم أينما كان، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. إذن أعزائي المستمعين، وكالعادة سنبدأ هذه الساعة بنشرة للأخبار، ومن ثم سنعود أنا وزميلي جمال لإلقاء الضوء على أهم أحداث الأسبوع، حيث سنتحدث عن عملية لجوء الطيارين 7 إلى الإمارات، وكذلك عن عملية إطلاق سراح ما يسمى بالمعتقلين السياسيين في شكل دعائي قامت به الحكومة الإريترية. وسنتحدث أيضا في الخطوة التعسفية التي تقوم بها سفارات نظام أسمرة بإجبار المواطنين من أفراد الجاليات الإريترية في عدة دول بالتوقيع على إقرارات مزورة. سنعود معا، ابقوا معنا. يا شعب الهبل انت تلقى مرادك، انت تلقى مرادك. عمق احساسك، عمق احساسك يبقى ملاك في ذريتك. يبقى ملاك في ذريتك. معاك وين سلك يدك، معاك وين سلك يدك. سيد نفسك مين أسيادك، سيد نفسك مين أسيادك. دير أولادك ودير صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء،
نظام الاستبداد يطلق سراح 187 سجينا في مسرحية دعائية بمناسبة العام الجديد. سفارة النظام تجبر أفراد الجالية الإريترية التوقيع على استمارات احتجاج على لجنة تقصي الحقائق. استشهاد المناضل سابوتسينكو، و7 طيارون إريتريون يطلبون اللجوء السياسي في أبو ظبي. النشرة بالتفصيل. أفادت الأنباء الواردة إلينا من الداخل بأن النظام الاستبدادي قام بإطلاق سراح عدد 187 سجينا كانوا قيد الاعتقال بتهم التهرب من الخدمة العسكرية ومحاولة الهروب خارج البلاد، محاولا بذلك إظهار نفسه وكأنه يقوم بعملية عفو بمناسبة العام الجديد وذكرى اليوبيل الفضي للاستقلال في مسرحية دعائية ظل يروج لها منذ فترة عبر وسائط غير رسمية. وذكرت مصادر إذاعة المنتدى أن المعتقلين الذين أطلق سراحهم كانوا قد أكملوا مدة العقوبة أو على وشك إكمالها في معتقلي معيطر وبريما كانتري سيء الصيت، كما احتوت صور عملية الاعتقال على أشخاص يعتقد أنهم من المندسين الذين أضيفوا عمدا لدواعي دعائية بحتة. وأوضحت مصادرنا أن النظام الاستبدادي قام بعملية الإطلاق في حفل دعائي مصور مطلقا عليهم صفة المعتقلين السياسيين، مستهدفا بذلك إسكات الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الحقيقيين الذين قام باعتقالهم في فترات مختلفة منذ بداية التحرير ويعانون الأمرين في معتقلات عيراعيرو ومايسروا وغيرها من المعتقلات دون توجيه أي تهم أو محاكمة. يذكر أن الجنرال فيليبوس والدي يوهانس قائد هيئة الأركان العسكرية كان قد أرسل في تاريخ 26 من ديسمبر الماضي تعميما إلى مسؤولي المعتقلات والسجون يأمرهم بإطلاق سراح السجناء المتهمين بالفرار من البلاد والتهرب من الخدمة العسكرية والذين أكملوا مدة عقوبتهم فقط. ويظهر في اللقطات التي تم تصويرها أثناء عملية الإطلاق أولئك المندسون وهم يتحدثون عن ما أسموه بتسامح الحكومة معهم، وأن فترة العقوبة التي قادوها في السجن قد ساهمت في زيادة وعيهم بواجباتهم تجاه الوطن في قالب دعائي رخيص ومكشوف. وفي نفس السياق أيضا أكدت مصادرنا أن الأجهزة الأمنية القمعية بصدد إعداد فيلم وثائقي سري يحتوي على اعترافات المعتقلين بأخطاء مزعومة حول نشاطاتهم السياسية التي كانت سببا في اعتقالهم، وهي محاولة لم تنجح فيها حتى الآن مع المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الضمير في عيراعيرو والمعتقلات السرية الأخرى الموزعة في أنحاء متفرقة من البلاد. كما أضافت مصادرنا أن معتقلي الضمير الذين يتم تعذيبهم منذ سنوات في قسم التحقيقات الجنائية بسجن كرشيلي يتعرضون منذ فترة لضغوطات كبيرة في محاولة لإجبارهم التوقيع على إقرار الاعتراف وطلب العفو المزعوم، ويلاقون نتيجة لرفضهم هذا صنوفا من التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي. علمت مصادرنا بأن سفارة نظام الطاغية إسياس أفورقي منخرطة هذه الأيام في برنامج يجبر الجاليات الإريترية في المهجر التوقيع على استمارات معدة سلفا من الحكومة الإريترية، وتلزم فيها الإريتري المقيم في الخارج والمرتبط مع السفارة باستخراج بطاقة الجنسية والجواز وإجراءات التملك وزيارة الوطن وغيرها من حقوق المواطن الطبيعية، إذ تقوم بمقايدتهم وابتزازهم بالحرمان من هذه الحقوق إذا لم يوقعوا على محتويات استمارة يحتج فيها المواطن على اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، والتي كانت قد توصلت إلى خلاصات مفادها بأن إريتريا دولة تحكم بالتخويف وليس بالقانون وترتكب فيها جرائم بصورة ممنهجة ضد حقوق الإنسان. وقد رصدت تحركات سفارات النظام التعسفي في هذا الشأن في كل من الخرطوم، إسرائيل، قطر، السعودية وأمريكا. وتحدثت منظمات المجتمع المدني الإريتري عن هذه المسألة معربة عن استهجانها للوسائل الابتزازية التي يستخدمها النظام الديكتاتوري في استغلاله لحالة الشاب الإريتري المغلوب على أمره ومحاولة دغدغة عواطفهم الوطنية من خلال القول بأن إريتريا هي المستهدفة، رغم أن المسألة شديدة الوضع في ارتباطها بمسائل حقوق الإنسان والحريات والعدالة.
هذا وقد حصلت إذاعة المنتدى على نسخة مسربة من بيان التعميم الذي أرسل إلى السفارات الإريترية بهذا الشأن، وسنتناوله بالتفصيل في حلقاتنا الإذاعية القادمة. توفي في 3 من يناير الجاري المناضل الكبير سابوت سنكوتيو الذي وافته المنية يوم 3 من يناير الجاري في مكان إقامته في مدينة تسني. ولد الفقيد سابوت سنكوت في كويتا قرية أشتي في الأربعينات، والتحق بجبهة التحرير الإريترية في عام 1968، حيث عمل في مواقع نضالية مختلفة وبالذات في وحدة حرب العصابات، وحمل مسؤوليات مختلفة، وكان من قادة السرايا المشهورين في جيش التحرير الإريتري البطل. عرف عن المناضل شجاعته وصموده واستعداده للتضحية، وظل في جبهة التحرير الإريترية حتى ثمانينيات القرن الماضي، ثم واصل نضاله بعد ذلك في التنظيم الموحد، وعاد إلى الوطن بعد التحرير حيث تفرغ لممارسة حياته العادية. المناضل الكبير سابوت سنكوت متزوج وله 6 أبناء، وهو ينتمي لعائلة مناضلة، حيث استشهد شقيقه وهو من الرعيل الأول في جيش التحرير الإريتري في ضواحي بارونتو عام 65. أما شقيقه الثاني عنجوت فقد استشهد في مدينة دقم حرة في تسعينيات القرن الماضي. تغمد الله الفقيد المناضل سابوت سنكوت بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وألهم أسرته الصغيرة وشعبه الذي ناضل من أجله طويلا الصبر والسلوان. ذكر مراسل وكالة الأناضول التركية بأديس أبابا أن 7 طيارين إريتريين سلموا أنفسهم إلى بعثة الأمم المتحدة في دولة الإمارات وطلبوا حق اللجوء السياسي. وأكد مكتب الأمم المتحدة في دولة الإمارات أمس الجمعة لمراسل الأناضول على أن 7 طيارين إريتريين طلبوا حق اللجوء وأنهم في المكتب وبأمان. وكانت إريتريا قد بعثت 15 طيارا إريتريا إلى دولة الإمارات العربية لتلقي دورات عسكرية لمدة 3 سنوات. ويأتي طلب هؤلاء الطيارين من كانوا يتلقون تدريبات عسكرية في دولة الإمارات في وقت تشهد فيه علاقات إريتريا ودولة الإمارات تطورا في كافة المجالات، حيث كان البلدان قد توصلا في وقت سابق إلى تفاهمات مشتركة حول المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية أفضت إلى سماح إريتريا لدولة الإمارات باستخدام الموانئ الإريترية. يذكر أن طيارين إريتريين هما الضابط يوناس والدآب ومكنن دبساي كانا قد هربا في وقت سابق بالطائرة الرئاسية وسلما أنفسهما إلى السلطات السعودية في أكتوبر من عام 2012. هذا وقد كانت الكابتن طيار رهوة كريستوس قد سلمت نفسها أيضا في 30 من مارس من عام 2013، وذلك إثر إرسالها من قبل النظام إلى السعودية لاستعادة الطائرة الرئاسية. كما كان قد سبقها إلى البلد نفسه 3 ضباط هبطوا بطائرتهم في مطار جيزان في تاريخ 12 من نوفمبر من العام نفسه، وهم الرائد سياس برهاني والكابتن أرون تدسي، والثالث غير معلوم اسمه وهو ضابط في رسم الخرائط من مركز نظم المعلومات الجغرافية الوطنية. وقد كان وفد أمني إريتري قد وصل في أكتوبر إلى مدينة جدة غربي السعودية للبحث مع المسؤولين السعوديين إمكانية تسليم طيارين إريتريين فرا بطائرتهما العسكرية أيضا إلى المملكة حسب مصدر أمني سعودي لوسائل الإعلام السعودية وقتها. ويأتي الهروب المتكرر للطيارين وأصحاب الكفاءات العلمية الأخرى من البلاد نتيجة للممارسات القمعية التي يقوم بها النظام الاستبدادي منذ أكثر من عقدين. نهاية النشر.
أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونواصل معكم ساعة منتدى السبت لهذا المساء، وسنتناول الآن مع الزميل جمال أهم الأحداث لهذا الأسبوع. جمال، يعني من لاحظنا من أهم الأشياء التي تحدث ممارسات غريبة يمارسها النظام الاستبدادي في إريتريا وعبر سفاراته في مناطق كثيرة مثل السعودية وقطر وإسرائيل وأمريكا، بأنه يفرض الآن على أفراد الجالية، أبناء الجالية الإريترية، بأن يقروا عبر إقرار رسمي برفضهم للجنة تقصي الحقائق. كيف نرصد هذه الظاهرة؟ أولا أمال، من المعروف أنه السفارات بين قوسين الإريترية في الخارج هي ليست سفارات بالمعنى المتعارف عليه دوليا، يعني وبالتالي يمكن أن يقدم خدماته لكل المواطنين الإريتريين دون يعني الالتفات إلى توجهاتهم السياسية والفكرية والدينية وغيرها. نعم. هذه هي مكاتب للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بين قوسين أيضا. وبالتالي السفارة فقط الكلام المكتوب برا سفارة دولة إريتريا، أما في الداخل فهي يعني خلية حزبية تمارس العمل التنظيمي الصارم وتهدد عضويتها وتدفعهم لما تريد هي من سياسات. وبالتالي كل المواقع اللي فيها أسماء لجاليات إريترية أيضا هي ليست جاليات، ويفترض إنه الإريتريين في بعض هذه الدول يتمسكوا بالقانون الذي ينظم وضع الجاليات في الدولة المعنية زي السودان مثلا يعني. نعم. الآن هذا النظام يلجأ لهذه الطريقة لأنه فعلا الإريتريين مثلوا تهديد كبير للنظام، ويعني ساهموا بشكل مباشر في يعني في زيادة الضغط عليه من خلال الشهادات التي أدلوا بها للجنة الدولية اللي قاعد تحقق في يعني حقوق الإنسان والملف الإريتري الشائن في هذا الأمر. المحاولة الآن تتم إنه يعدوا إقرار تكتبه الحكومة الإريترية وعبر هذه السفارات يجبروا هؤلاء المواطنين للتوقيع عليه بأنه وجودهم في هذا البلد أو ذاك لا علاقة له بالسياسة أو أنه يعارض النظام، بل يعني محاولة لتبييض وجه النظام أمام اللجنة الدولية. قاعدين ينسوا أنه اللجنة الدولية لها آليات للتحقيق ولبحث أي رسالة أو أي إقرار بيجيها من أي مكان في العالم، سواء كان يعني هذه الرسالة ضد النظام الإريتري وتؤكد يعني ممارساته اللا إنسانية أو العكس تماما. قاعدين ينسوا هذه المسألة ويريدون إغراق مقر المنظمة بآلاف أو مئات الآلاف من الرسائل. هذه المحاولات أمال حسب الذين رصدوا هذه الظاهرة في دول الخليج تمت قبل أسبوع تقريبا في الدوحة في اجتماع مغلق أجبروا الناس على التوقيع على هذه الإقرارات. طبعا نقول يعني تم إجبارهم لأنه يعني ستتوقف عفوا السفارة من تقديم الخدمات من القسم القنصلي، وهذه الخدمات لها بعد قانوني يحتاج له المقيمين من خلال تجديد جوازاتهم أولا، وأشياء كثيرة جدا يحتاج لها الإريتري الذي يحمل الجواز الإريتري أو الإريتري الذي لا يحمل الجواز ولكن هو عضو في هذا الحزب يريد أن يعود لإريتريا ويسافر ويرجع وهكذا يعني. نعم يا عمر. نعم بالتأكيد جمال. أيضا هذا العمل يقع ضمن محاولة النظام أن يحول مسائل اللجوء ومسائل يعني هروب الشباب من القمع القهري للخدمة الوطنية الإجبارية وغيره إلى أنها قضايا اقتصادية وليست قضايا سياسية يعني، وهذا يتماشى مع ما تروج له بعض الدول الأوروبية بأن ربما أسباب اللجوء من إريتريا بالتحديد هي أسباب اقتصادية. لذلك يعني على اللاجئ الإريتري الشاب
مهما بلغت الضغوط عليه أن لا يتنازل عن حقه كلاجئ سياسي، وأن يتفادى تماما يعني بأي شكل من الأشكال كما قلت أنت اللجوء إلى قوانين الجاليات في الدول التي يقيمون فيها الآن. يعني لا أعرف مدى الاحتياج الذي يربطهم بالسفارات. أحيانا هناك مسائل يستغلها النظام مثل أوراق التوكيلات، أوراق يعني معاملات يحتاج إليها الإريتريي ليرسلها إلى أهله في إريتريا وإلى ما ذلك. فهذا النظام يعني طبعا يمسك الإنسان الإرثي دائما من مواطن الضعف والعجز كما يقال، ولكن على الشعب أن يقاوم، وخاصة أننا في المراحل الأخيرة التي سنشهد قريبا إن شاء الله سقوط هذا النظام. هو يسقط أساسا. جمال. نعم أمال، أيضا أضيف إلى الكلام اللي قلتيه أنه أيضا التحويلات المالية يعني بإمكانه أن يوقف هذه التحويلات. الآن التحويلات تتم كالآتي، يعني أي تحويلة من الخارج لأي أسرة في الداخل في نهاية الأسبوع مكاتب التحويلات تتقدم بالقوائم التي استلمت مبالغ منها وإلى الجهات التي سلمتها، وبالتالي هو قادر أيضا على إيقاف مثل هذه يعني هذه التحويلات تقوم عليها حياة ناس. هذا لا يعني الخضوع لمثل هذه الأشكال. الشعب الإريتري تجربته يعني أكثر من 50 سنة في مقاومة الظلم سواء كان داخل إريتريا أو خارجها، وسيجد قطعا الطريقة الذي يوصل بها يعني التحويلات المالية للأسر. أيضا يعني أحب أكرر مرة أخرى هذه الإقرارات هي لا تفيد النظام، يعني سوف لا تبعد الأنشطة الموجودة في رقبة النظام. قد ترتخي قليلا ولكنها لا تبعد، لأنه اللجنة الدولية لها أسلوبها في التحقق من الرسائل التي تصل. إذا الرسائل كلها مكتوبة بإقرار يعني بأسلوب واحد وبطريقة واحدة وقاعد يعني تأتي من دول بعينها، فإنها قطعا سوف يعني تحقق في هذا الأمر. أيضا على الإريتريين في كل مكان تشكيل جبهات لمقاومة يعني هذا الأمر والتصدي له عبر الاتصال باللجنة الدولية اللي قاعد تحقق في الجرائم التي ارتكبها النظام، واحد، واثنين عبر الحوار مع هؤلاء الناس الذين يعني يكتبون هذه الإقرارات. إنه هذه الإقرارات يعني هي شهادة زور، وشهادة الزور معروف القوانين الرادعة لها سواء كانت قوانين مدنية وضعية أو دينية. أيضا بإمكان المواطن الإريتري الذي أجبر على توقيع هذا الإقرار أيضا أن يتصل باللجنة بأشكال مختلفة، اسمه سيكون آمن بأشكال مختلفة لكي ينفي الإقرار الذي سوف يصل هناك. يعني في أشكال أيضا كثيرة جدا بالتأكيد. والشعب الإريتري شعب مبدع، يمكن أن يتصدى لمثل هذه الأحابيل الذي يقوم بها أزلام النظام في هذه الدول، والسفراء الوهميين الذين يعتقدون أنهم سفراء في هذه الدول وخاصة في منطقة الخليج. بالتأكيد يعني النظام هو نظام مفضوح وموثق جرائمه بأشكال متعددة وفي منابر دولية وفي محافل، وفي يعني هناك ملفات عديدة تثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، ولا يحتاج إلا أن يقوم كما قلنا أفراد الجاليات الإريترية بالمقاومة ويعني الوصول إلى أساليب جديدة لمقاومته وأضعافه وإفشال هذا المخطط الاستبدادي السيء. جمال.
عودة مجددة أعزائي المستمعين، ونحن معكم في ساعة المنتدى ونرصد أحداث الأسبوع أو أحداث الأيام السابقة على مستوى الوطن. ومن الأحداث المثيرة أيضا خبر أوردته وكالة الأناضول للأنباء عن هروب أو لجوء 7 من الطيارين الإريتريين من ضمن مجموعة ضمت 15 طيارا، ويعني طلبوا اللجوء في دولة الإمارات حيث كانوا يتلقون تدريبا عسكريا. هذا الخبر هو يعني أصبح مألوف مع مغادرة أعداد كبيرة جدا جمال من الكفاءات الإريترية، من طيارين قبل ذلك ومن ضباط ومن رياضيين ودبلوماسيين وإلى آخره، في يعني هروب مستمر من القمع والقهر الاستبدادي لنظام أسمر جمال. الجديد في هذا الأمر أمال أنه يعني هؤلاء الذين هربوا لمكتب من مكاتب الأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ينتمون لسلاح الجو الإريتري. هذا السلاح الحساس النظام كان دائما يعني عملية الاستقطاب لهذا السلاح كانت تتم يعني بعد غربلة شديدة جدا وبعد تمحيص شديد، ومن المعروف أنه يعني هذا السلاح لا يدخل إليه إلا من يثق فيه النظام، سواء كان تحت أغطية انتماء لأيديولوجيا حزب الحاكم أو لأسباب أخرى هو يحاول من خلالها يعني تأكيد التزام هذا الإنسان وانتمائه للعصبة الحاكمة. ومن أصل 15 نفر عندما يجاءون 7، هذا يعني صفعة قوية لقادة هذا النظام ولقادة سلاح الجو الإريتري. وهذه ليست أول مرة، وقد هرب أيضا عدد من الطيارين للمملكة العربية السعودية، وهرب الطيار المعروف دجن من داخل إريتريا، من داخل السجن في إريتريا. نعم. هذا يعني إعادة لترتيبات أوضاع هذا السلاح اللي يعني يراهن عليه النظام في معاركه مع دول الجوار أو ضد الشعب الإريتريامي. نعم بالتأكيد جمال، هي يعني صفعة في وجه النظام، ولكنها أيضا يعني تمثل حجم الضغط والقهر الكبيرين الذي يعني في ازدياد، وفي يعني في حالة أكثر سوءا يوم بعد يوم، عكس ما يحاول هذا النظام أن يدعيه وعكس ما تحاول بعض يعني عناصره وبعض يعني لوبيات النظام الترويج له للدول الكثيرة، ويعني محاولة بيع هذا النظام بأنه يحاول يعني الإفراج ويحاول أن يخفف قبضته على الشعب الإريتري. نعم أمان، هذا يعني أيضا أنه الحلقة اللي كان يصنعها النظام لحمايته من الجماهير الإريترية ولاستمرار حكمه بدأت يعني تتفكك، وهذا واحد من الأجهزة المهمة جدا اللي كان يعتمد عليها النظام في سبيل يعني البقاء وفي سبيل إظهار القوة للشعب الإريتري. هذا يعني أنه بدأ النظام فعلا يتفكك من أقوى الحلقات التي يعتمد عليها. أيضا هذا النظام أصلا لا يثق بأحد، يعني حتى عملية الغربلة اللي كانوا يعملها في سبيل الاستقطاب لهذا السلاح هي ليست بمأمن عن ما يعانيه الشعب الإريتري. هؤلاء الطيارون هم ناس ينتمون للشعب الإريتري، وبالتالي يعني كل ما يلحق الضرر بالشعب الإريتري سيصيبهم، وبالتالي هم أيضا اتخذوا موقف وطني يعني يتطلب الإشادة به ودعمه في سبيل إسقاط هذا النظام. نعم نعم. أيضا جمال، يعني سلاح الجو هو من أهم مراكز القوة العسكرية في أي دولة، وكون أننا يعني يوم بعد يوم نفقد يعني عسكريون وطيارون وغيره، هذه ظاهرة جدا مقلقة بكل هذه الكفاءات.
وتعكس أيضا يعني حالة الإحباط في الجيش بالتحديد جمال، والذي يعني لا نتحدث عنه كثيرا، ولكن نعرف أيضا أن هناك خلل كبير وأن هناك ضغوطات وقهر يعاني منها أفراد القوات المسلحة. الجيش الإريتري بكافة تفرعاته الجوية والبحرية والبرية يعني واقع أليم ومرير قهر هذا النظام يعني الجيش الإريتري بمعنى الكلمة. جمال. نعم، يعني أرجو أن نفرد خلال الحلقات القادمة مساحة خاصة لهذا الجيش المغلوب على أمره. الجيش الإريتري هو جيش وطني إريتري ناضل أفراده من أجل حماية الوطن وسيادته، وبالتالي يعني هذا الجيش الذي لا يثق فيه النظام الآن ويحاول قمعه باستمرار من خلال يعني إعطاء الفتات في الرواتب وإشغاله بشكل مستمر في يعني من خلال حفر الخنادق ووجودهم في المعسكرات واضطهاد أهاليهم، سوف ينتفضوا قطعا. يعني هذا الجيش الوطني يحتاج مننا الدعم والمساندة للقيام بدوره، وقطعا سوف يقوم بدوره كما قام بها في المرة الماضية في حركة يناير. سيقوم أيضا بتحرير الإريتريين كما حررهم من الاستعمار البغيض. بالتأكيد جمال. إذن يعني في نهاية هذا الرصد لهذه الظاهرة يعني نناشد كل أبناء الجاليات الإريترية يعني في كل مكان وخاصة في الإمارات إلى دعم الطيارين السبعة الذين قدموا اللجوء والوقوف إلى جانبهم ويعني مساندتهم في هذه الخطوة التي هي يعني تعبير أو يعني صارخ باحتجاج واضح على ممارسات هذا النظام وعلى قهره، وأن كل المغريات التي يقدمها هذا النظام من خلال دورات تدريبية في أي مكان في العالم لا تغري الإنسان الإريتري ولا تسكته عن الظلم يعني، وهذا يعني صوت احتجاجي لابد أن ندعمه في نهاية الأمر. جمال. نعم أمان، وهذه مناسبة لنتوجه للمنظمات الحقوقية الإريترية والناشطين في مجالات الحقوقية والمدنية أن يتصلوا بالجهات الدولية والأممية لحماية هؤلاء من أي محاولة للتسليم، لأنه بنعرف حكومة الإمارات العربية المتحدة لها مصالح مشتركة مع الحزب الحاكم ومع العصبة بشكل خاص، خاصة وأن إريتريا تستفيد الآن من أو يستفيدون هم من الوجود من الجغرافيا الإريترية في أسلحتهم وطائراتهم وآلياتهم التي تحارب في اليمن، وبالتالي الإسراع فورا بحماية هؤلاء من خلال خلق تضامن إريتري وعالمي واسع. أيضا الإبلاغ للمنظمات الدولية وخاصة يعني اللجنة الدولية للمفوضية السامية للاجئين من أجل أن يكونوا هؤلاء الناس في مأمن وأن يغادروا أراضي الإمارات العربية المتحدة بسرعة. نتمنى ذلك. سنعود معكم أعزائي المستمعين ونحن نعكس على أهم أحداث الأسبوع.
وفي ختام هذا الرصد أعزائي المستمعين أيضا هناك خبر جمال أوردته إلينا مصادرنا من الداخل بأن النظام قام في خطوة دعائية بإطلاق سراح 187 معتقل يعتقد أنهم من معتقلي الخدمة الوطنية والذين أيضا حاولوا الهروب من البلاد وحاول أن يصورهم بأنهم معتقلون سياسيون. هذه الخطوة جمال يعني طبعا يحاول من خلالها النظام أن يظهر بأنه يعني قد بدأ في عملية فك الاعتقال السياسي التي شملت أعداد هائلة جدا والتي استمرت من بداية التحرير وإلى يومنا هذا، وهناك معتقلون مخفيون لسنوات طويلة في سجون النظام، سياسيون وصحفيون ورجال دين ومعتقلي رأي. جمال، ماذا نقول في هذا الخبر؟ نعم أمال، أول حاجة العدد المعلن عنه الآن واللي تم الإفراج عنهم لا يمثل يعني ولا واحد يعني فاصل يعني كم 0% من عدد المعتقلين الموجودين في إريتريا والذين يتجاوزون يعني أكثر من يعني 20 آلاف مؤلفة. نعم، آلاف مؤلفة من الإريتريين. هؤلاء الناس موجودين في أماكن معظمها سري ومعظمها تحت الأرض وفي أماكن متفرقة ومختلفة من داخل إريتريا. أيضا الاعتقالات لم تبدأ مع بداية التحرير فقد، يعني الجبهة الشعبية كانت تختطف الناس من داخل المدن السودانية. أيضا كان يعني تروع الآمنين في الريف الإريتري في الساحل وفي بركة وفي غيره، وبالتالي الأعداد المعتقلة من قبل التحرير بسنوات طويلة أعداد لا حصر لها. الآن هذه المسرحية التي نفذها النظام هي يعني أعتقد هي يعني مسرحية سمجة جربها عدد كبير من الحكام والأنظمة الاستبدادية في المنطقة وفي العالم. هؤلاء الناس بيجيبوا ناس يعني معتقلين في حق عام أو كانوا مسجونين في حق عام ويظهروهم وكأنه يعني معتقلين سياسيين. هؤلاء الذين تم الإفراج عنهم هم بعرف النظام هاربين من الخدمة الوطنية ومضادين للمصلحة العامة وإلى آخره، وتم اعتقالهم نتيجة لاحتجاجهم، يعني شكل من أشكال الاحتجاج، الهروب من الخدمة. نعم. شكل من أشكال الاحتجاج على السياسات القائمة. هؤلاء الناس أيضا يعني ما حكموا أمام يعني منصة عدلية لكي تحكم عليهم، سواء كانت هذه المنصة العدلية محكمة عسكرية أو محكمة مدنية أو محكمة بتاع قسم جنايات. يعني هؤلاء الناس تم الحكم عليهم بأمزجة الجنرالات وبمزاج الرئيس السياسي الفورقي، وقضوا أعداد من السنوات وهم يعني من الشباب والشابات. قطعا كما هو اتضح أنه اجبروا على أو تم تمليتهم بكلام لكي يظهروا للعالم أنه هم كانوا في وضع أفضل، وأنه يعني تمت صيانتهم وطنيا بحيث يكونوا مواطنين صالحين إلى آخره. يعني هذه المسرحيات أعتقد مسرحيات سمجة. نحن على كل حال يعني الإريتريين يرحبوا بأي إنسان يخرج من الجب، سواء كان يعني معتقل سياسي أو غير سياسي. هي يعني نقول لهذا الرجل أو لهذه الفتاة أو لهذه المرأة مرحبا بك في 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 السلام والحرية، ولكن المشكلة لا تنتهي بهذا الشكل. والمنظمات الدولية بتعرف، عندها آلياتها لمعرفة من هو داخل السجون والمعتقلات ومن هو الذي تم الإفراج عنه. أيضا هذه الأحابيل والمسرحيات السامية لا تنطلي عن الشعب الإريتري، وهي محاولة يعني لو قلنا يعني ضربنا مثل محاولة كأنه يعني تكوي قطعة وسخانة بمكوى، يعني قطعة وسخانة قبل ما تغسلها تحاول تكويها وتظهرها للناس هي مكوية، لكن الوسخ والقذارة موجودة فيها. يعني بالتأكيد جمال. يعني نحن هنا في إذاعة المنتدى وكل يعني
وسائل الإعلام الإريترية في الخارج وكل النشطاء والجميع تحدث بشكل موسع ومفصل عن المعتقلين السياسيين في إريتريا منذ بداية التحرير. يعني اليوم عندما يحاول هذا النظام يعني ذر الرماد في العيون كما يقال بإطلاق عدد بسيط جدا كما قلت أنت 0.0% ولا يمثل أي شيء، هو أيضا يعني لا يستطيع أن يغطي على جرائم يعني القتل والموت الذي تعرض له ويتعرض له الكثير من المعتقلين السياسيين أو معتقلي الرأي أو المعتقلو الخدمة الوطنية من الشباب. هناك كثيرون يعني فقدوا حياتهم، ماتوا في السجن، لا أحد يعرف عنهم شيء، لم تسلم يعني جثثهم، لم يدفنوا، يعني هناك أشياء كثيرة لا يمكن أن يتجاوزها، جرائم كثيرة ارتكبها هذا النظام في حق المعتقل أو السجين، سجين الرأي يا جمال. فلا يمكن أن يخدع شعب بأكمله بهذه المظاهر، ونتمنى أن يعني تستمر عمليات التوعية بحقوق السجناء وأن يفضح هذا النظام، يفضح ويستمر فضحه بأساليبه الضعيفة جدا والاستفزازية تجاه هذا الشعب العظيم. نعم أمال، يعني المعتقلات والسجون في إريتريا تضم يعني ضمن ما تضم مناضلين إريتريين، يعني بالضبط. ما تم اعتقالهم كانت أعمارهم يعني قد تجاوزت 60 عاما، يعني أضيف إليها 20 سنة، الآن هم في عمر 80. يعني من الأولى يعني أي نظام حتى ولو بلغ يعني من الاستبداد ما لم يتصوره العقل، على الأقل أن تخرج هؤلاء الناس من المعتقلات ليقضوا بقية حياتهم وشيختهم. وهناك مرضى يعانون من أمراض مزمنة، أمراض القلب وغيرها جمال. نعم. والسكري وغيره. يعني هؤلاء المناضلين لا يستحقون سوى يعني الاحتفاء بهم وقضاء شيخوخة يعني في أمن وأمان. يعني بلغوا 70 و80 عام، يعني خاصة وإنه قبلوا 30 عاما يعني بلاء كبيرا، يعني لم من أجل الشعب. نعم في حياتهم بالتأكيد. فلا يمكن أن تمر مثل هذه الأحابيل لا على الشعب الإريتري ولا على المنظمات الدولية ولا على أفراد الحزب الحاكم المتكلس الذي يفقد وظائفه يوما إثر آخر. بالتأكيد جمال. يعني نحن كما قلت أنت سابقا يعني نحيي ونرحب ويعني الحرية غالية جدا بأي إنسان يطلق سراحه ويمشي حرا على هذه الأرض. بالتأكيد نحن مع هذا الشيء، ولكن لا ننسى السجون الانفرادية، لا ننسى السجون التي يعني يمارس فيها أبشع أنواع القهر، سجون النساء، سجون الفتيات، فتيات الخدمة الوطنية كما قلت، المعتقلون السياسيون وغيره. جمال في هذه العملية الاستفزازية كما قلت، أنا أعتبرها بالجد يعني عملية استفزازية أن تطلق وتصور أنك أطلقت سراح معتقلين سياسيين. جمال، هل من إضافة؟ كما قلنا أنه مثل هذه الأحابيل سوف لا تمر، أنه قبل ما يتفتق بين هذا النظام الذي يحاول أن يكون ذكيا جربتها دول كثيرة موجودة في المنطقة وموجودة في العالم، جربت مثل هذه المسرحيات البائسة والهزيلة والتي ولن تقنع أحد. بالتأكيد جمال. عموما سنتابع في برامجنا القادمة هذه الظواهر وظواهر أخرى كثيرة يمارسها النظام في عملية تضليلية غير ناجحة. جمال، أشكر لك مساهمتك دائما وإثراء الخبر والمعلومة والكشف دائما عن ممارسات هذا النظام. جمال، تحية لك يا أمال وتحية للمستمع الكريم، وقطعا الحرية والسلام قادم لإريتريا إن شاء الله. دمس غابة دلاي فتحي إلقى مرحبا، 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 دمس غابة مرحبا دمس غابة،
بكا يخلنا ناسنت ندل يالنا يعقل بكا يخلنا ناسنت ندل يالنا يا كل بكا يخلنا حرنت ندل يالنا يعقل بكا يخلنا حرنت ندل يالنا يا كل بكا يخلنا ديمقراطي ندل يالنا يعقل بكا يخلنا ديمقراطي ندل يالنا بهلالو يبهلالو حو غابلو يبهلالو بهلالو يبهلالو كوا ما بلو يبهلالو بهلالو يبهلالو حو غابلو يبهلالو بهلالو يبهلالو كوا ما بلو يبهلالو بهلالو يبهلالو حو غابلو زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن، وحين زار حينا قال لنا: هاتوا شكاواكم بصدق في العلن ولا تخافوا أحدا، فقد مضى ذاك الزمن. فقال صاحبي حسن: يا سيدي، أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دون ما ثمن؟ يا سيدي، لم نر من ذلك شيئا أبدا. قال الرئيس في حزن: أحرق ربي جسدي، أكل هذا حاصل في بلدي؟ شكرا على صدقك في تنبيهنا يا ولدي، سوف ترى الخير غدا. وبعد عام زارنا ومرة ثانية قال لنا: هاتوا شكاواكم بصدق في العلن ولا تخافوا أحدا، فقد مضى ذاك الزمن. لم يشتكي الناس، فقمت معلنا: أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دون ما ثمن؟ معذرة يا سيدي، وأين صاحبي حسن؟ صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: نظام الاستبداد يطلق سراح 187 سجينا في مسرحية دعائية بمناسبة العام الجديد. سفارة النظام تجبر أفراد الجالية الإريترية التوقيع على استمارات احتجاج على لجنة تقصي الحقائق. استشهاد المناضل سابوتسينكو، و7 طيارون إريتريون يطلبون اللجوء السياسي في أبو ظبي. النشرة بالتفصيل. أفادت الأنباء الواردة إلينا من الداخل بأن النظام الاستبدادي قام بإطلاق سراح عدد 187 سجينا كانوا قيد الاعتقال بتهم التهرب من الخدمة العسكرية ومحاولة الهروب خارج البلاد، محاولا بذلك إظهار نفسه وكأنه يقوم بعملية عفو بمناسبة العام الجديد وذكرى اليوبيل الفضي للاستقلال في مسرحية دعائية ظل يروج لها منذ فترة عبر وسائط غير رسمية. وذكرت مصادر إذاعة المنتدى أن المعتقلين الذين أطلق سراحهم كانوا قد أكملوا مدة العقوبة أو على وشك إكمالها في معتقلي معيطر وبريما كانتري سيء الصيت، كما احتوت صور عملية الاعتقال على أشخاص يعتقد أنهم من المندسين الذين أضيفوا عمدا لدواعي دعائية بحتة.
وأوضحت مصادرنا أن النظام الاستبدادي قام بعملية الإطلاق في حفل دعائي مصور مطلقا عليهم صفة المعتقلين السياسيين، مستهدفا بذلك إسكات الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الحقيقيين الذين قام باعتقالهم في فترات مختلفة منذ بداية التحرير، ويعانون الأمرين في معتقلات عيراعيرو وميسروة وغيرها من المعتقلات دون توجيه أي تهم أو محاكمة. يذكر أن الجنرال فيليبوس والدي يوهانس قائد هيئة الأركان العسكرية كان قد أرسل في تاريخ 26 من ديسمبر الماضي تعميما إلى مسؤولي المعتقلات والسجون يأمرهم بإطلاق سراح السجناء المتهمين بالفرار من البلاد والتهرب من الخدمة العسكرية والذين أكملوا مدة عقوبتهم فقط. ويظهر في اللقطات التي تم تصويرها أثناء عملية الإطلاق أولئك المندسون وهم يتحدثون عن ما أسموه بتسامح الحكومة معهم، وأن فترة العقوبة التي قادوها في السجن قد ساهمت في زيادة وعيهم بواجباتهم تجاه الوطن في قالب دعائي رخيص ومكشوف. وفي نفس السياق أيضا أكدت مصادرنا أن الأجهزة الأمنية القمعية بصدد إعداد فيلم وثائقي سري يحتوي على اعترافات المعتقلين بأخطاء مزعومة حول نشاطاتهم السياسية التي كانت سببا في اعتقالهم، وهي محاولة لم تنجح فيها حتى الآن مع المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الضمير في عيراعيرو والمعتقلات السرية الأخرى الموزعة في أنحاء متفرقة من البلاد. كما أضافت مصادرنا أن معتقلي الضمير الذين يتم تعذيبهم منذ سنوات في قسم التحقيقات الجنائية بسجن كرشيلي يتعرضون منذ فترة لضغوطات كبيرة في محاولة لإجبارهم التوقيع على إقرار الاعتراف وطلب العفو المزعوم، ويلاقون نتيجة لرفضهم هذا صنوفا من التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي. علمت مصادرنا بأن سفارة نظام الطاغية سياس أفورقي منخرطة هذه الأيام في برنامج يجبر الجاليات الإريترية في المهجر التوقيع على استمارات معدة سلفا من الحكومة الإريترية، وتلزم فيها الإريتري المقيم في الخارج والمرتبط مع السفارة باستخراج بطاقة الجنسية والجواز وإجراءات التملك وزيارة الوطن وغيرها من حقوق المواطن الطبيعية، إذ تقوم بمقايدتهم وابتزازهم بالحرمان من هذه الحقوق إذا لم يوقعوا على محتويات استمارة يحتج فيها المواطن على اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، والتي كانت قد توصلت إلى خلاصات مفادها بأن إريتريا دولة تحكم بالتخويف وليس بالقانون وترتكب فيها جرائم بصورة ممنهجة ضد حقوق الإنسان. وقد رصدت تحركات سفارات النظام التعسفي في هذا الشأن في كل من الخرطوم، إسرائيل، قطر، السعودية وأمريكا. وتحدثت منظمات المجتمع المدني الإريتري عن هذه المسألة معربة عن استهجانها للوسائل الابتزازية التي يستخدمها النظام الديكتاتوري في استغلاله لحالة الشاب الإريتري المغلوب على أمره ومحاولة دغدغة عواطفهم الوطنية من خلال القول بأن إريتريا هي المستهدفة، رغم أن المسألة شديدة الوضع في ارتباطها بمسائل حقوق الإنسان والحريات والعدالة. هذا وقد حصلت إذاعة المنتدى على نسخة مسربة من بيان التعميم الذي أرسل إلى السفارات الإريترية بهذا الشأن، وسنتناوله بالتفصيل في حلقاتنا الإذاعية القادمة. توفي في 3 من يناير الجاري المناضل الكبير سابوت سنكوتيو الذي وافته المنية يوم 3 من يناير الجاري في مكان إقامته في مدينة تسني. ولد الفقيد سابوت سنكوت في كويتا قرية أشتي في الأربعينات، والتحق بجبهة التحرير الإريترية في عام 1968، حيث عمل في مواقع نضالية مختلفة وبالذات في وحدة حرب العصابات، وحمل مسؤوليات مختلفة وكان من قادة السرايا المشهورين في جيش التحرير الإريتري البطل. عرف عن المناضل شجاعته وصموده واستعداده للتضحية، وظل في جبهة التحرير الإريترية حتى ثمانينيات القرن الماضي، ثم وصل نضاله بعد ذلك في التنظيم الموحد وعاد إلى الوطن بعد التحرير، حيث تفرغ لممارسة حياته العادية. المناضل الكبير سابوت سنكوت متزوج وله 6 أبناء، وهو ينتمي لعائلة مناضلة، حيث استشهد شقيقه وهو من الرعيل الأول في جيش التحرير الإريتري في ضواحي بارونتو عام 65. أما شقيقه الثاني عنجود فقد استشهد في مدينة دق محرر في تسعينيات القرن الماضي. تغمد الله الفقيد المناضل سابوت سنكوت بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته، وألهم أسرته الصغيرة وشعبه الذي نضل من أجله طويلا الصبر والسلوان.
ذكر مراسل وكالة الأناضول التركية بأديس أبابا أن 7 طيارين إريتريين سلموا أنفسهم إلى بعثة الأمم المتحدة في دولة الإمارات وطلبوا حق اللجوء السياسي. وأكد مكتب الأمم المتحدة في دولة الإمارات أمس الجمعة لمراسل الأناضول على أن 7 طيارين إريتريين طلبوا حق اللجوء وأنهم في المكتب وبأمان. وكانت إريتريا قد بعثت 15 طيارا إريتريا إلى دولة الإمارات العربية لتلقي دورات عسكرية لمدة 3 سنوات. ويأتي طلب هؤلاء الطيارين من كانوا يتلقون تدريبات عسكرية في دولة الإمارات في وقت تشهد فيه علاقات إريتريا ودولة الإمارات تطورا في كافة المجالات، حيث كان البلدان قد توصلا في وقت سابق إلى تفاهمات مشتركة حول المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية أفضت إلى سماح إريتريا لدولة الإمارات باستخدام الموانئ الإريترية. يذكر أن طيارين إريتريين هما الضابط يوناس والدآب ومكنن دبساي كانا قد هربا في وقت سابق بالطائرة الرئاسية وسلما أنفسهما إلى السلطات السعودية في أكتوبر من عام 2012. هذا وقد كانت الكابتن طيار رهوة كريستوس قد سلمت نفسها أيضا في 30 من مارس من عام 2013، وذلك إثر إرسالها من قبل النظام إلى السعودية لاستعادة الطائرة الرئاسية. كما كان قد سبقها إلى البلد نفسه 3 ضباط هبطوا بطائرتهم في مطار جيزان في تاريخ 12 من نوفمبر من العام نفسه، وهم الرائد سياس برهاني والكابتن أرون تدسي، والثالث غير معلوم اسمه وهو ضابط في رسم الخرائط من مركز نظم المعلومات الجغرافية الوطنية. وقد كان وفد أمني إريتري قد وصل في أكتوبر إلى مدينة جدة غربي السعودية للبحث مع المسؤولين السعوديين إمكانية تسليم طيارين إريتريين فرا بطائرتهما العسكرية أيضا إلى المملكة حسب مصدر أمني سعودي لوسائل الإعلام السعودية وقتها. ويأتي الهروب المتكرر للطيارين وأصحاب الكفاءات العلمية الأخرى من البلاد نتيجة للممارسات القمعية التي يقوم بها النظام الاستبدادي منذ أكثر من عقدين. صوت المنتدى. وإلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الساعة التي كنا معكم فيها وزميلي جمال عثمان همد وصلاح الزين في المونتاج. إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم، تصبحون على خير.